متخيلين المنظر ده؟ ارجع من الشغل والاقي المنظر ده قدامي. ولو اقول لكم ان انا قبل ما بنام بشيك على كل حاجة، بغسل المواعين، بمسح الرخامة وبمسح البوتاجاز وبرص كل حاجة مكانها، بس علشان الكائنات اللي معايا في البيت ارجع من الشغل بلاقي كل المواعين دي. بس ما تقلقوش ويلا بينا الروتين بتاعنا. ويا مساء الفل والجمال على اجمل الجميلات واحلى متابعين في الدنيا. انا عايزه اشارك معاكم النهارده يومياتي. طبعا الروتين اللي انا هعمله النهارده ده كل يوم بيتعمل، وطبعا كلنا كستات بيوت عارفين ان طبعا المطبخ ده من الاساسيات اللي لازم يوم بيوم يتعمل. انا هنا لبست القفازات وهلبس المريالة ويلا بينا على المعركة. بما ان انا ما عنديش اولاد بنات فانا مضطرية كل يوم اقوم اغسل مواعين بنفسي، وما عنديش طبعا ديش ووشر او غسالة اطباق، فعادي يعني الدنيا مش هتقف ويلا بينا ونبتدي الروتين بتاعنا. طبعا برضو حبيت اوريكم المنظر ده اللي هو بيبقى كل يوم. اول حاجة وانا دايما بستخدمها في المواعين او في الروتين اليومي بتاعي اللي هي المية السخنة، لازم اسخن مية كده في الكتل، وعندي شوية ليمون وحطيت صابون بتاع مواعين، وهنزل كده الحاجات اللي هي في الكوبايات. هنضف كل الحاجات دي الاول وبعد كده اصب الحوض. يا ريت لو بتتفرجوا عليا تكتبولي في الكومنتات انتوا بتعملوا كده زي كل يوم ولا يوم ويوم ولا ايه النظام، لان انا بجد نفسي اعرف المهزله اللي بتحصل كل يوم دي ايه سببها. بالرغم ان انا زي ما فهمتكم في الاول ان انا بالليل قبل ما بنام طبعا بروق المطبخ، يعني انا المفروض كده انا الترويقه بتاعتي، وحاجه تاني يوم الشغل الاقي المطبخ نضيف ومفهوش ولا مواعين ولا في اطباق ولا كوبايات ولا اي حاجه، باجي الاقيه زي ما انتوا شايفينه كده في اول الفيديو. وهنا اول حاجه بعد ما فضيت الحوض اللي انا هنزل عليه المواعين بعد ما تتغسل، هغسل الحوض غسله تمام. نزلت بيكربونات الصودا وصابون وميه مغليه عشان اسلك الحوض، عشان ما يتملاش ميه مش نظيفه يعني، وانا بغسل المواعين ويوسخها لي تاني. هغسله غسله كده محترمه بالفرشه المخصصه بتاعه الحوض. ولازم نراعي دايما ان الليفه بتاعه تصبين الحوض مختلفه عن الليفه بتاعه المواعين عشان البكتيريا والامراض والكلام ده. وهشطفه برضو شطفة معتبرة، ودي مش الغسلة النهائية اللي انا هفنش بيها المطبخ. اول حاجة هبوش الجريل بشوية مية، وهحط شوية صابون وهسيبه للاخر خالص، مش هغسله دلوقتي يكون باش شوية. وهنا هنزل بالمية المغلية على المعالق اللي انا هغسلها، لانها زي ما انتوا عارفين كلها دهون، ولازم اتأكد برضو ان هي نضفت 100%. وحطيت هنا حبة صابون وهغسل بالشكل ده. والخلطة بقى اللي انا حطيتها في الطبق اللي انا بغسل بيه المواعين، حطيت كربونات الصودا وملح ليمون وخل وصابون وخلى المعالق ترجع جديدة، حرفيا رجعت بتبرق. شايفين والله لو الكاميرا جايبة هي اساسا وهي بتتغسل كانت صفرة خالص، بس مع الغسيل ده يعني رجعت تلمع تاني. وهشطفهم كده وكده يبقى انا خلاص من اول حاجة من رفايع. وهيجي بعد كده للكوبايات. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده والله بلا مبالغه، يعني مده الفيديو كانت ساعه. انا سرعت وجريت وقصيت وعملت مونتاج علشان اخليه 15 دقيقه. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت واشتراك في القناه، لان حرفيا انا فعلا بتعب في الفيديوهات دي، وسواء في التصوير او في المونتاج في الاتنين والله بياخدوا معايا وقت جامد. وانا بحب افيد غيري، يمكن لعل وعسى يعني حد يشوفني يقوم يتشجع ويعمل زيي. انا بحب الروتين اليومي ده جدا، لان طبعا كلنا لازم كل يوم المواعين تتغسل، مع اكيد يعني احنا مش هنسيبها. فالروتين اليومي ده اللي هو كل يوم المواعين مع البوتاجاز مع الحوض، فدي من الحاجات الاساسية للروتين اليومي.
وطبعا في حاجات هنا بتتغسل بالسلك، وطبعا الحاجات اللي هي الجرانيت بتتغسل بالسفنجة. يعني دي ليفة ودي ليفة زي ما انتوا شايفين كده. بخلي بالي طبعا، لان لو الجرانيت او التيفال اتجرح ده يترمى فورا، لانه والعياذ بالله بيجيب امراض مش حلوه. هنا بعد ما خلصت المواعين كلها، انا هغسل الفوطه بتاعه الحوض اللي انا همسح بيها الرخامه والبوتاجاز. ودي الجريل بعد ما بوشته عقبال ما خلصت المواعين. اهو باش يعني الحاجات اللي فيه المطرح الاكل يعني طلع بالشكل ده. والليفه بتاعته دي مخصصه للجرانيت. وهنا كمان الاير فراير بعد ما بوشته. طبعا من اول ما بدأت في المواعين بوشته كده في شوية صابون وبيكربونات ومية سخنة وشوية خل، وسبته لحد ما اخلص المواعين. وقلت هسيبه للاخر. طبعا هنا كانت فيه فراخ لازقة، فانا برضو العلاج عندي حتى لو انا مستعجلة وعايزة اخلص بسرعة، نزلت بيكربونات الصودا وملح ليمون وشوية خل والمية المغلية طبعا. وهغلي المية، ده اساسي، انا ما اقدرش استغنى عن المية السخنة سواء في الصيف او في الشتاء. انا على طول المواعين والرخامة والحوض دايما استخدم لهم مية سخنة. وبعدين هاجي افصل الاير فراير وهمسحه طبعا مسحة محترمة بالجلانس زي ما انتوا شايفين كده. انا فاصلة الكهرباء. وعايزة اقول لكم من الحاجات اللي يعني ما منصحش ان حد يشتريها، لان الاير فراير ملهوش اي 30 لازمة. الجريل ممكن يغني عنه، الفرن موجود، الميكرويف موجود. انما يعني هو الواحد عشان بنقول مثلا حاجة صحية ومن غير زيت، انا لحد دلوقتي كل ما بعمل فيه حاجة ما بتطلعش تمام، سواء البطاطس المحمرة طبعا. الفراخ برضو ما اقدرش اجازف وان انا اعمل فرخة كاملة في الاير فراير. اولا هتسحب كهرباء كتير، غير كده ان هي ممكن تطلع نية. ما علينا، مش ده موضوعنا. نكمل بقى تنظيف الحاجات. كل ده يعني الروتين اللي هو اليومي، او ممكن لو الدنيا تمام ونظيفة ممكن كل اسبوع مرة. بس بما ان يعني ان انا قلت بالمرة اعمل الفيديو وبصوره معاكم، انا ما عملتش الروتين ده قبل كده معاكم، فانا قلت بالمرة امسح الحاجات. وبمسح كده البتاع بتاعت السكاكين والبراد الاستانلس ده، عشان ساعات في ضيوف بيحبوا الشاي يكون في البراد مش بيحبوه في الكتل. وهنزل طقم التوزيع كده وهغسل الحامل بتاعه. وهنضف بقى الصينية اللي هي الرخام دي، انا كنت شارياها اونلاين عاملة ديكوريشن يعني. وهمسح كل ده، انا بمسحه بالجلانس، ما عملتش ولا صابون ولا كلور ولا اي حاجة. ده كل ده اللي هي التنظيفة السريعة. وهرجع الصينية تاني بتاعت الديكوريشن كده زي ما انتوا شايفين بعد ما مسحتها، وهرص كل حاجة زي ما كانت. همسح بقى الرخامة كده وارجع ارص طقم التوزيع. وطبعا طقم التوزيع ده هو حلو للزينة، انما كاستعمال مش قد كده، لان في الاستخدام بيبقع في الصلصة ومش بيبقى لطيف وبيصفر. فانا يعني اتخدعت فيه بالرغم ان هو غالي والله مش رخيص. وهرجع هنا برضو انضف الاير فراير المصفى بتاعته بعد ما بوشتها بالمية السخنة وبيكربونات الصودا والخل والصابون، وبشطفها شطفة تمام وهصفيها. هرجع بقى اركب المصفى وكده الاير فراير خلاص. نيجي هنا بقى عند اهم فقرة في الموضوع كله، البوتاجاز. طبعا البوتاجاز عشان على طول ايدي فيه على طول يعني بنضفه طبعا بالجلانس، بس برش كده بختين
الحامل تحت المية بالفرشة اللي انا بنضف بيها الحوض، وهنضف بيها برضو الحامل. هو اساسا اوريدي الحوامل نضيفة، بس برضو يعني ايه زيادة تأكيد، يعني ان احنا ايه علشان يبقى روتين ونظافة وكله زي الفل انزل منه اي حاجة. بس هي عامة يعني انا منضفاها اول باول، فما فيهاش ولا دهون ولا فيها اي حاجة. وطبعا انا باخد الجنب اللي هو جنب البوتاجاز، بديله رشتين كده من الجلانس، علشان اكيد طبعا طرطشة الدهون والايدام والكلام ده لازم تطرطش عليه. فانا باخد الجنب ده معاهم، وادي البوتاجاز نضف ورجع جديد وزي الفل. ودي الفقرة اللي انا بحبها دايما في الروتين اليومي بتاعي، اللي هي الفقرة ان انا بخلص البوتاجاز. انا حرفيا ما بستخدمش مواد كيماوية كتير، وهو برش برضو على العيون وباب الفرن بالجلانس. وده برضو اساسي معايا، لان انا لو سبت العيون او سبت البوتاجاز غطا البوتاجاز مرة مع مرة هيتوسخ والدهون هتتراكم فيه. فانا دايما ايدي فيه. وعايزة اقول لكم يعني ما شاء الله البوتاجاز ده بقاله عندي فترة، بس عشان دايما بنضفه اول باول، فعلشان كده يبان ان هو لسه جديد. وهمسح كده الرخامة كل شوية، الحتة دي بتتبل، فانا بحب دايما الرخامة تبقى ناشفة. وهمسح كمان الخلاط بتاع الحوض. طب في ناس هتسألني هيقولوا لي انت كل يوم بتعملي الكلام ده؟ والله بعمل كل يوم الكلام ده. لازم طبعا بعد المواعين اخد الرخامة بالحوض بالبوتاجاز واروق الدنيا. طبعا انا هنا كنت اتهديت خلاص، قلت بقى ايه اقعد اريح شوية وبعد كده اقوم اكمل. وكنت بتفرج على التلفزيون، وبعدين قلت ايه اسيب الحوامل بتاعة البوتاجاز تنشف وارجع احطها تاني. ادي البوتاجاز رجع جديد اهو. وهمسح برضو الغسالة من فوق. وهشيل بقى السجادة بتاعة المطبخ. وهاجي اكنسها. وهمسح هنا الرخامة بتاعة المطبخ. هنزل بالصابون السائل اللي انا بنضف بيه الارضية، وادعكها كده بالمكنسة. وكنت نزلت بالمعطر والديتول. وهرجع كده بقى اشيلهم كل ده بالمساحة. وهعمل لنفسي بقى كوباية شاي، لان انا خلاص حرفيا اتهديت اهو. رجعت التربو والباسكت، وهفرش السجادة بعد ما الارض نشفت. وهمسح بقى هنا عند البار. عايزة اقول لكم كل ده انا مسحاه امبارح بالليل، وهرجع امسحه تاني، لان المكان ده بالذات علشان فيه استخدام كتير فبيتعرض ان هو بيتوسخ بسرعة. وهشيل بقى كل الحاجات وامسح هنا مكان الزرع، وارجع بقى كل حاجة مكانها. ودي الفقرة اللي انا بستناها كل مرة. شايفين بقى الروقان؟ عايزة اقول لكم انا حرفيا عقبال ما خلصت الروتين بتاع النهاردة حرفيا اتهديت. والله بلا مبالغة انا كل يوم ده الروتين اليومي بتاعي: غسيل الصحون والحوض والبوتاجاز ورص الحاجة، وطبعا انضف الارض وانضف البار واظبط كل حاجة مكانها. وده رتبت كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. ده غير طبعا الروتين الاسبوعي اللي هو طبعا ايه بجيب الدنيا من فوق لتحت،
بس انا حبيت اشارك معاكم الفيديو ان ده الروتين اليومي بتاعي بتاع زوجة بتيجي من الشغل مطحونة وتيجي بقى ايه على الاكل والمواعين. وانا هنا دخلت المطبخ بعد ما خلصت. اخر حاجة بخلص بيها الروتين اليومي بتاعي ارش المعطر بيخلي ريحته تجنن. ايه رأيكم بقى في الجمال بعد ما خلصت كل الكركبة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وكومنت. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وهنا كنت خلصت وبشرب الشاي، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.